السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن طبول الحرب ما بين الهند وباكستان على اقليم كشمير، وفعلا وقعت الحرب وضربت باكستان ضربات من حديد، وقعت طيارات وحرقت مقرات للهند، وهددت انها على استعداد انها تروح لابعد من كده بكتير. تفتكر ايه اللي مقوي قلب باكستان كده؟ تعرف عدد الدول اللي عندها اسلحة نووية في العالم؟ وايه هي الدول دي؟ 9 دول: امريكا وروسيا والصين وكوريا الشمالية وانجلترا وفرنسا وإسرائيل والهند وباكستان. طب تعرف ازاي باكستان قدرت انها تخش النادي النووي وتمتلك قنبلة نووية؟ السر في عبد القدير خان، العالم النووي الباكستاني المسلم. فهات كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وتعالى احكي لك القصة من بدايتها في اقل من 10 دقايق. اتولد الدكتور عبد القدير عبد الغفور خان في بوبال في الهند في سنة 1936 أثناء فترة الاحتلال البريطاني وقبل انفصال باكستان بعد تقسيم شبه جزيرة الهند. كان ترتيبه الأخ قبل الأخير ما بين 5 من الإخوة و2 من الأخوات. خرج أبوه المدرس عبد الغفور خان للتقاعد سنة 1935. والدة عبد القدير السيدة زليخة بيجوم كانت سيدة تقية وملتزمة، وعشان كده نشأ عبد القدير متدين وملتزم بالدين الإسلامي. درس في مدرسة الحامدية الثانوية في بوبال، ثم هاجر إلى باكستان سنة 1952 بحثا عن حياة أفضل. وفي سنة 1957 توفى والده عبد الغفور خان في بوبال في الهند. تخرج عبد القدير خان من كلية دايرام جتة للعلوم بجامعة كراتشي في باكستان سنة 1960، وعمل في وظيفة حكومية من الدرجة الثانية كمفتش للأوزان والقياسات، إلا إنه استقال منها. سافر خان لاستكمال دراسته في جامعة برلين التقنية ودرس علوم المعادن، ونال الماجستير سنة 1967 من جامعة دلفت التكنولوجية في هولندا، ودرجة الدكتوراه سنة 1972 من جامعة لوفن البلجيكية. يقال إن سفر الدكتور خان إلى هولندا كان بسبب رغبته في الزواج من السيدة الهولندية هندرينا ريترينك، واللي اتعرف عليها صدفة في ألمانيا، وبالفعل تم الزواج سنة 1964. بعد حصوله على الدكتوراه اشتغل عبد القدير كبير لخبراء المعادن في شركة FDO الهندسية الهولندية، وكانت الشركة دي على صلة وثيقة بمنظمة اليورينكو، ودي أكبر منظمة بحثية أوروبية مدعومة من أمريكا وألمانيا وهولندا، واللي كانت بتشتغل في الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم عن طريق أجهزة الطرد المركزي. استطاع عبد القدير خان بجهده وعلمه إنه يتغلب على مجموعة من المشاكل اللي بتواجه المنظمة في سلوك المعادن وتخصيب اليورانيوم. منحته التجربة دي الخبرة الكافية اللي كانت حجر الأساس اللي بنى عليه برنامج باكستان النووي بعد كده. وفي سنة 1974 فجرت الهند قنبلتها النووية الأولى، وفي الوقت ده كان الدكتور عبد القدير خان وصل لمستوى مهني ممتاز، كونه واحد من أكبر العلماء اللي اشتغلوا في المجال النووي، وكمان كان ليه الأفضلية في الدخول إلى أكثر المنشآت النووية سرية في منظمة اليورينكو، والاطلاع على الوثائق الخاصة بتكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي. وكرد فعل طبيعي لعالم وطني محب لبلاده، وبعد تفجير الهند لقنبلتها النووية الأولى، أرسل الدكتور خان رسالة إلى رئيس وزراء باكستان وقتها ذو الفقار علي بوتو إنه لابد من إنشاء برنامج نووي لباكستان عشان تستطيع البقاء كدولة مستقلة أمام تهديدات الهند. وفعلا يوافق رئيس الوزراء ويدعو خان لزيارة باكستان لوضع تصور للبرنامج النووي. وفي سنة 1975 يدعو ذو الفقار علي بوتو العالم عبد القدير خان للعودة إلى باكستان وعدم الرجوع مرة أخرى إلى هولندا ليرأس برنامج باكستان النووي. وفي سنة 1976 ينضم خان إلى مفوضية الطاقة النووية الباكستانية، وفي شهر يوليو من نفس السنة يؤسس معامل هندسية للبحوث في مدينة كاهوتا، واللي أطلق عليها بعد كده الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق معامل عبد القدير خان للبحوث
تقديرا لمجهوده في مجال الأمن القومي. المعامل دي كانت بؤرة تطوير وتخصيب اليورانيوم وتصنيع الأسلحة النووية الباكستانية. يعتبر إنجاز الدكتور عبد القدير خان في المجال النووي إنجاز عظيم، لأنه تمكن من إنشاء مفاعل كاهوتا النووي في 6 سنين بس، واللي بيستغرق عادة عقدين من الزمن في أكثر الدول تقدما. استطاع خان إنه يدمج الأسلوب المتبع عادة في بناء المفاعلات النووية، واللي هو بيبدأ بفكرة ثم قرار ثم دراسة جدوى ثم بحوث أساسية ثم بحوث تطبيقية ثم عمل نموذج مصغر ثم إنشاء مفاعل أولي ثم هندسة المفاعل الحقيقي وبناؤه وافتتاحه. استطاع دمجهم وعمل كل الخطوات في دفعة واحدة، وعن طريق أجهزة الطرد المركزي ذات التقنيات الحديثة، واللي استطاع خان تطويرها في مفاعل كاهوتا، واللي وصلت سرعتها إلى 100,000 دورة في الدقيقة. قدر عبد القدير خان إنه يخصب اليورانيوم 235 بنسبة 90% لصناعة قنبلة باكستان النووية. بيقول الدكتور خان إن أهم عوامل نجاح البرنامج النووي الباكستاني في زمن قياسي هو درجة السرية العالية، وكمان اختيار موقع المشروع في مكان نائي زي مدينة كاهوتا. في البداية كان الدكتور خان بيقوم بشراء كل اللي بيحتاجه للبرنامج النووي من الأسواق العالمية بفضل صلته بشركات الإنتاج الغربية، لكن بعد العالم ما عرف بتمكن باكستان من صناعة القنبلة النووية، حصلت هجمة شرسة على الحكومة الباكستانية، وبدأت الضغوط والعقوبات الاقتصادية وحظر التعامل التجاري وهجوم وسائل إعلام عالمية على الشخصيات الباكستانية. وتم رفع قضية في هولندا من الحكومة على الدكتور خان بادعاء سرقة وثائق نووية سرية، وحكم عليه غيابيا بالسجن 4 سنوات. وفي الاستئناف أسقطت جميع التهم من محكمة أمستردام في هولندا بعد إثبات أن جميع المعلومات النووية متاحة ومنشورة في المجلات العلمية من سنين. وبعد كل الهجوم ده تمكن خان من إنتاج جميع مستلزمات المفاعل النووي داخليا والاستقلال تماما عن العالم الخارجي. وفي سنة 1998 قامت باكستان بعمل 6 تجارب نووية. كانت التجارب دي تأشيرة الدخول للنادي النووي العالمي، وأصبح عبد القدير خان بطل باكستان القومي وأبو القنبلة النووية الإسلامية. نال عبد القدير خان 13 ميدالية ذهبية من معاهد ومؤسسات قومية مختلفة، ونشر حوالي 150 بحث علمي في مجلات علمية عالمية. كما تم منحه وسام هلال الامتياز أثناء عمله في مفاعل كاهوتا النووي سنة 1989، ووسام نيشان الامتياز سنة 1999، وهو أعلى وسام مدني تمنحه دولة باكستان، وده تقديرا لإسهاماته المهمة في مجال العلوم والهندسة. وفي سنة 2003 بدأت الاتهامات العالمية والأمريكية تنهال على عبد القدير خان، شوية بتهمة إفشاء أسرار نووية لليبيا، وشوية لإيران والعراق وكوريا الشمالية، واللي اضطروا في النهاية لترك العمل في معامله البحثية والعمل في منصب المستشار العلمي للحكومة الباكستانية بقرار من الرئيس برفيز مشرف. وفي سنة 2004 وتحت الضغوط الأمريكية اعترف خان بمسؤوليته عن إفشاء أسرار ونقل تكنولوجيا نووية لعدد من الدول، ونتيجة للاعتراف ده تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في باكستان. وفي سنة 2008 تراجع عبد القدير خان عن اعترافه بمسؤوليته عن إفشاء الأسرار النووية، وقال إن ده تم نتيجة ضغوط دولية وداخلية للاعتراف بما لم يفعله، وإنه ما عملش حاجة غير إنه أرشد إيران وكوريا الجنوبية للشركات الأوروبية اللي يقدروا يشتروا منهم التكنولوجيا اللازمة للمشاريع النووية. وبعد الاعتراف ده بشهر أعلنت الخارجية الباكستانية إنه تم غلق ملف عبد القدير خان ولا حاجة لإعادة فتحه مرة تانية، وتم الإفراج عنه في فبراير سنة 2009 بعد 5 سنوات قضاها تحت الإقامة الجبرية. في 22 أغسطس سنة 2006 أعلنت باكستان إن الدكتور خان مريض بسرطان البروستاتا، وتم إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم. وفي شهر مارس سنة 2008 تم نقل عبد القدير خان لمستشفى إسلام أباد، وكان بيعاني من ارتفاع في الحرارة وانخفاض الضغط نتيجة التهابات في الدم، وتحسنت حالته الصحية وخرج من المستشفى بعد 4 أيام. استمر الدكتور عبد القدير خان يمارس حياته الطبيعية بعيدا عن الأضواء ودون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي لغاية سنة 2021 لما دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. وبعدها بكام يوم وفي 10 أكتوبر من نفس السنة توفى عبد القدير خان
نتيجة معاناته من مضاعفات فيروس كورونا، علشان يسيب وراه ميراث كبير من العلم والأبحاث ودولة نووية إسلامية قوية تسمى باكستان. رحم الله العالم الجليل والعبقري الفذ الدكتور عبد القدير خان، اللي كان سبب رئيسي في قوة باكستان ووقفتها النهاردة في وش الهند واللي وراها من الدول، بل ورد الصاع صاعين والتهديد بالتصعيد النووي، واللي أدى في النهاية لرضوخ الهند ووقف إطلاق النار. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واللي حاولنا فيه نسلط الضوء على شخصية استطاعت إنها تغير التاريخ، واللي إن شاء الله هنعمل منها عدة حلقات عن شخصيات غيرت التاريخ. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.